تعالى اقولك، لو انت عايزه تعملي بقى تتبيله حلوه كده، هتجيبي كام قرن من الفلفل الاحمر او الرومي وكمان اخضر، وهتحطي ملح وكمون وكزبره ناشفه، وهتبتدي ان انت تضربي الخليط ده لحد لما ينعم معاكي. ولو عندك بقى هريسه الفلفل الاحمر او هريسه الحمراء الشطه ممكن تحطي، بس ما تكترش عشان لو هي هتبقى حراقه لاولادك لو هياكلوا. فانت تفرميها ناعم، عشان انا مش بحبها تبقى خشنه، بحبها انها تتفرم ناعم جدا. هتجيبي بقى كام ليمونة كده، 3 ليمونات، تروحي عصرها على الخليط ده، هتدي ريحة حلوة، وكمان انها تمشي الخلاط، لان الكمية زي ما انتم شايفين كده وتمشي الخلاط، مش هنحط فيها سوائل غير هي الليمون. وهبتدي ان انا اضربهم في الخلاط. في الوقت دوت لو انت مثلا عندك كام فصوص توم، يعني راس توم، حطيها معاها، انما انا مش هحطها معاها لان انا عندي توم مفروم في الفريزر، فانا مش محتاجه ان انا افرم التوم في الكبه. انت لو انت ما عندكيش توم مفروم جاهز، انت هتحطي راس توم مفرومه. هنا زودت يعني كام معلقه كده من الخل، من حطيتهم في الخلاط عشان انزل كل اللي فيها. وهحط بقى التوم بتاعي المفروم، وهتاخدي احلى تتبيله. يعني عايزه اقولك التتبيله دي تمشي معاكي في كل حاجه، مخللات، سمك، هتعملي بيها كل حاجه يعني. وصفات كتير جدا انتي محتاجاها، تحيقي بيها السمك، تعملي بيها تتبيلات البتنجان، تحطيها مع اي حاجه. تحفه تحفه تحفه. يعني انا اديتك وصفه التتبيله للبنات اللي هي جديده وداخله المطبخ. احنا عايزين نعمل بتنجان مخلل، واقول لك ازاي ان انت تعمليه. انت بتجيبيه وتغسليه كويس جدا، مش بتقطعي البتنجان، انت بتشيلي بس القمع ده بايديكي كده، بتفككيه بيتفك معاكي، يعني مش محتاجه اي حاجه، مش بالسكينه. بتخلي كده، بتشيلي الطربوشه والقمع، وبعد كده بتشقيه شقه كده من الجنب، وتروحي جايبه الطاسه فيها زيت كده كتير، وتبتدي تنزلي البتنجان، يكون سخن الزيت. نزلي البتنجان ياخد دقيقة كده على كل جنب، وتقلبيه الناحية التانية. أهم شيء إن انت تحسي ما تعليش النار عشان ما يتحرقش معاكي، يعني خلي النار وسط عشان ما يتحرقش، والجلدة بتاعتها أو القشرة بتاعتها تتحرق معاكي. احنا عايزين الجلدة تبقى دايبة دوب كده. هتاخد معاكي دقيقة كده، وتبتدي ان انت تقلبيها على الناحية التانية. اهم شيء ان انت بتحسيه كده وانت بتقلبيه ان هو طري تحت ايديك، يعني الجنب ده طري، بتدوسي عليه بالمعلقه او بايديكي بتلاقيه طري، بتقلبيه الناحيه التانية وتقلبيه على الجنب اللي مفتوح زي ما انتم شايفين كده. وخلي بالكم، لان انتم بتيجوا ناحيه الفتحه دي بتقلبوا، هتلاقوه فتح معاكم، فانت تروحي قلبها على طول على وشه، عشان خاطر لا قدر الله ما يطرطش عليكي او يفرقع في وشك. واهم شيء ان هو ما يكونش مبلول عشان ما تتلسعيش. وهتبتدي تشيليه وهو سخن كده. وهقولك على تركاية هتنقلك البتنجان ده في حتة تانية. ممكن كلنا يعني في يعرفها وفي ما يعرفهاش. بتجيبي انا جبت الخلاط، شفشق الخلاط، حطيت فيه شويه ميه صغيرين، وخدت كل البقايا اللي في الشفشق. هحط ايه؟ هحط معلقه من التتبيله بتاعتنا بتاعت التوم دي، وهحط ايه؟ كزبره. وابتدي انزل البتنجان وهو سخن في قلب الخليط ده. بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيتشرب السوائل، ويخلي البتنجانه من جوه طريه، وكمان مش عاتبه، يعني تبقى واخده من الحياء. وانا مش مزوده في الملح قوي في الميه، انا خدت التتبيله معلقه من التتبيله ديت حطيتها في الميه. تمام، انا زودت بس كزبره وكمون. هتبتدي بقى ايه؟ تطلعيه من التتبيله اللي انت حطيتيه فيها او الميه ديت على طول، ما بتاخدش وقت. وتحشي بقى بالتتبيله الاصليه بتاعتنا. هتحشي، هتشمي ريحه الليمون، ريحه الخل، ريحه الثوم والتوابل دي تحفه. البتنجان ده كفيل ان انت تاخدي الطبق كده وتاكليه بعيش، مش محتاجه اي حاجه، رغيف عيش مع حته بتنجان والدنيا وما فيها. الخليط ده هرميه الميه؟ لا، دي ميه متبله، هاخد جزء منها كده، لان احنا بنحب قوي البتنجان يبقى مسقسق كده في التتبيله بتاعتها. احنا بنحب نسقسقه كده، حلو قوي وجميل قوي وريحته تحفه. ينفع معاكي في كل الاكلات، وافتح بقى نفسك وتاكلي كده، تحطي كام رغيف عيش وتاكلي، وبالهنا والشفا. لو وصلت لحد هنا بتفرج على الفيديو، انا منك تعملي لايك وكومنت كده حلو زيكم، ومتابعه على صفحتي مطبخ ملك. لو انت اول مره تتفرجي على الفيديو او اول مره تخشي الصفحه، اتمنى منك تقيم المحتوى، ولو عجبك اي فيديو لايك وشير لكل اصحابك. وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد.